مرحبا بكم. في عالم كرة القدم ثمة لحظات يصعب نسيانها. توقيع لاعب مؤثر بمليونات تغير موازين القوى. في هذا الفيديو نستعرض أغلى 10 صفقات في تاريخ الميركاتو الشتوي، من نقلات ضخمة أجريت لأجل حل أزمة فنية إلى استثمارات طموحة لبناء مستقبل. سنسلك الطريق ترتيباً، سنقول من اللاعب، من النادي البائع، من النادي المشتري، وما الأثر الفعلي لكل صفقة. تحملوا معي فالنهاية قد تفاجئكم. القائمة استنبطت من مصادر متابعة الانتقالات وملخصاتها مثل ترانسفير ماركت. فيليب كوتينيو، برشلونة. نبدأ مع الصفقة الأغلى في تاريخ الانتقالات الشتوية، صفقة النجم البرازيلي فيليب كوتينيو إلى نادي برشلونة. في شهر يناير من عام 2018 دفع برشلونة نحو 120 مليون يورو كقيمة ثابتة لضم اللاعب من ليفربول، مع متغيرات قد ترفع القيمة الإجمالية إلى قرابة 160 مليون يورو. عملياً جلس كوتينيو مع برشلونة وشارك فعلياً مع الفريق لمدة تقدر بنحو موسمين ونصف. الموسم موسماً ونصفاً عقب انضمامه مباشرة، ثم نصف موسم آخر بعد عودته من الإعارة. خلال هذه الفترة خاض كوتينيو ما يقارب 106 مباريات بقميص برشلونة في جميع المسابقات، وساهم تهديفياً بتسجيل 26 هدفاً، إضافة إلى 11 تمريرة حاسمة، بما يعني 37 مساهمة تهديفية. ورغم تلك المساهمات فإن كوتينيو لم يستطع أن يكون الكتة التي انتظرها برشلونة لتصنف هذه الصفقة مع مرور السنين كإحدى أكبر خيبات الأمل في تاريخ الميركاتو الشتوي. إنزو فرنانديز، تشيلسي. ننتقل الآن إلى ثاني أغلى صفقة في تاريخ الانتقالات الشتوية، صفقة النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز إلى نادي تشيلسي الإنجليزي. في شهر يناير من عام 2023 حسم تشيلسي الصفقة بدفع ما يقارب 121 مليون يورو، ليصبح إنزو أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي حينئذ. عملياً جلس إنزو فرنانديز مع تشيلسي وشارك أساسياً مع الفريق منذ يناير 2023 وحتى الوقت الحالي، أي لمدة تقارب موسمين ونصف الموسم، كان فيها عنصراً لا غنى عنه في خط الوسط. خلال هذه الفترة خاض إنزو أكثر من 100 مباراة بقميص تشيلسي في جميع المسابقات، وساهم تهديفياً بتسجيل نحو 7 أهداف، إضافة إلى صناعة ما يقارب 10 تمريرات حاسمة، بما يعني 17 مساهمة تهديفية حتى الآن. ورغم أن الأرقام التهديفية لا تعكس قيمته الكاملة، فإن دور إنزو كان أعمق من ذلك، كلاعب تحكم في الإيقاع وعنصر أساسي في مشروع تشيلسي الجديد، وهو ما جعل الصفقة رغم ضخامتها أقرب للنجاح من أن تصنف كخيبة أمل. فيرجيل فان دايك، ليفربول. نصل الآن إلى ثالث أغلى صفقات الانتقالات الشتوية، صفقة المدافع الهولندي العملاق فيرجيل فان دايك إلى نادي ليفربول. في شهر يناير من عام 2018 حسم ليفربول الصفقة قادماً من ساوثهامبتون مقابل ما يقارب 85 يورون، ليصبح آنذاك أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم. عملياً جلس فان دايك مع ليفربول وشارك أساسياً مع الفريق منذ يناير 2018 وحتى الوقت الحالي، أي لمدة تقارب 6 مواسم كاملة كان فيها رجل الأساس في خط الدفاع. خلال هذه الفترة خاض فان دايك أكثر من 200 مباراة بقميص ليفربول في جميع المسابقات، وساهم تهديفياً بتسجيل نحو 24 هدفاً، إضافة إلى صناعة ما يقارب 8 تمريرات حاسمة، بما يعني أكثر من 32 مساهمة تهديفية. وعلى خلاف كثير من الصفقات الضخمة، لم يحتج فان دايك إلى وقت طويل لإثبات قيمته، بل كان الشرارة التي حولت دفاع ليفربول من نقطة ضعف إلى أحد أقوى دفاعات أوروبا.
دوشان فلاهوفيتش إلى نادي يوفنتوس. في شهر يناير من عام 2022 حسم يوفنتوس الصفقة قادماً من فيورنتينا مقابل ما يقارب 80 مليون يورو ليكون أحد أغلى الانتقالات في تاريخ الدوري الإيطالي. عملياً جلس فلاهوفيتش مع يوفنتوس وشارك أساسياً منذ يناير 2022 وحتى الوقت الحالي، أي لمدة تقارب 3 مواسم كاملة كان فيها المهاجم الأول والخيار الرئيسي أمام المرمى. خلال هذه الفترة خاض دوشان فلاهوفيتش أكثر من 120 مباراة بقميص يوفنتوس في جميع المسابقات، وساهم تهديفياً بتسجيل نحو 50 هدفاً، إضافة إلى صناعة ما يقارب 10 تمريرات حاسمة، بما يعني أكثر من 60 مساهمة تهديفية. ورغم أن مسيرته مع يوفنتوس لم تخل من تفاوت في المستوى، فإن فلاهوفيتش ظل رهاناً هجومياً حقيقياً، واسماً يعكس كيف يمكن لصقوقة شتوية أن تغير وجه فريق في لحظة حاسمة. ميخايل مودريك، تشيلسي. نصل الآن إلى الصفقة الخامسة في قائمتنا، صفقة الجناح الأوكراني الشاب ميخايل مودريك من نادي شاختار دونيتسك إلى تشيلسي الإنجليزي. في موسم 2022 حسم تشيلسي الصفقة في شهر يناير مقابل مبلغ قدر بنحو 70 مليون يورو في صفقة أثارت جدلاً واسعاً بين الجماهير والمحللين. عملياً جلس مودريك مع تشيلسي وشارك مع الفريق منذ نصف موسم 2022 إلى 2023 وحتى الوقت الحالي، أي لمدة تقارب موسمين كاملين، في تجربة لم تسر دائماً كما كان متوقعاً. خلال هذه الفترة خاض ميخايل مودريك ما يزيد على 60 مباراة بقميص تشيلسي في جميع المسابقات، وساهم تهديفياً بتسجيل نحو 5 أهداف، إضافة إلى صناعة 4 تمريرات حاسمة، بما يعني 9 مساهمات تهديفيات حتى الآن. ورغم أن مودريك لم يقدم بعد المستوى الذي يعكس قيمته المالية، فإنه ما زال يصنف كمشروع لاعب مستقبلي يمتلك السرعة والمهارة ويحتاج فقط إلى الاستقرار والثقة. غونسالو راموس إلى باريس سان جيرمان. نصل الآن إلى الصفقة السادسة في قائمتنا، صفقة المهاجم البرتغالي غونسالو راموس من نادي بنفيكا إلى باريس سان جيرمان. في موسم 2023 أتم باريس سان جيرمان الصفقة بقيمة تقدر بنحو 65 مليون يورو، في خطوة هدفت إلى تعزيز الخط الهجومي بعد تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق. عملياً جلس غونسالو راموس مع باريس سان جيرمان وشارك مع الفريق منذ بداية موسم 2023 وحتى الوقت الحالي، أي لمدة تقارب موسماً ونصف الموسم، تنقل فيها بين الأساسي والدكة حسب خطط الجهاز الفني. خلال هذه الفترة خاض غونسالو راموس ما يقارب 50 مباراة في جميع المسابقات بقميص باريس، وساهم تهديفياً بتسجيل نحو 14 هدفاً، إضافة إلى صناعة 5 تمريرات حاسمة، بما يعني قرابة 19 مساهمة تهديفية. ورغم أن الأرقام لا تضعه بعد في صدارة المهاجمين، فإن راموس يعد رهاناً مستقبلياً لباريس، مهاجم صريح يتحرك كثيراً داخل الصندوق، وقد يكون اسماً أساسياً في مشروع النادي خلال السنوات القادمة. برونو فرنانديش، مانشستر يونايتد. نصل الآن إلى الصفقة السابعة في قائمتنا، صفقة صانع الألعاب البرتغالي برونو فرنانديش من نادي سبورتينغ لشبونة إلى مانشستر يونايتد. في موسم 2019 أتم مانشستر يونايتد الصفقة في شهر يناير مقابل مبلغ قدر بنحو 65 مليون يورو، في وقت كان الفريق فيه في أمس الحاجة إلى قائد في خط الوسط. عملياً جلس برونو فرنانديش مع مانشستر يونايتد وشارك أساسياً منذ نصف موسم 2019 وحتى الوقت الحالي، أي لمدة تقارب 5 مواسم كاملة تحول فيها إلى القائد الفني وقلب الفريق النابض. خلال هذه الفترة خاض برونو أكثر من 200 مباراة بقميص مانشستر يونايتد في جميع المسابقات،
وساهم تهديفياً بتسجيل ما يزيد على 50 هدفاً، إضافة إلى صناعة أكثر من 60 تمريرة حاسمة، بما يعني ما يتجاوز 120 مساهمة تهديفية. وبخلاف كثير من الصفقات الضخمة، لم يحتج برونو إلى فترة تأقلم طويلة، بل دخل مباشرة وغير وجه الفريق ليصنف اليوم كإحدى أنجح الصفقات الشتوية في العقد الأخير. إميريك لابورت، مانشستر سيتي. نصل الآن إلى الصفقة الثامنة في قائمتنا، صفقة المدافع الإسباني إميريك لابورت من نادي أثليتيك بلباو إلى مانشستر سيتي. في موسم 2017 فعل مانشستر سيتي الشرط الجزائي في عقد لابورت، والذي بلغ نحو 65 مليون يورو، ليعد حينئذ واحداً من أغلى المدافعين في العالم. عملياً جلس إميريك لابورت مع مانشستر سيتي وشارك أساسياً منذ يناير 2018 وحتى رحيله في صيف 2023، أي لمدة تقارب 5 مواسم ونصف الموسم كان فيها جزءاً أساسياً من مشروع بيب غوارديولا الدفاعي. خلال هذه الفترة خاض لابورت أكثر من 120 مباراة بقميص مانشستر سيتي في جميع المسابقات، وساهم تهديفياً بتسجيل نحو 15 هدفاً، إضافة إلى صناعة 3 تمريرات حاسمة، بما يعني قرابة 18 مساهمة تهديفية. ورغم أن لابورت لم يكن دائماً الخيار الأول في التشكيلة، فإنه كان حاضراً في أكبر لحظات النجاح، وساهم في فوز مانشستر سيتي بعديد من الألقاب المحلية والقارية. كريستيان بوليسيتش، تشيلسي. نصل الآن إلى الصفقة التاسعة في قائمتنا، صفقة الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش من نادي بروسيا دورتموند إلى تشيلسي الإنجليزي. في موسم 2018 حسم تشيلسي الصفقة في شهر يناير مقابل مبلغ قدر بنحو 64 مليون يورو، مع بقاء اللاعب معاراً مع دورتموند حتى نهاية الموسم. عملياً جلس بوليسيتش مع تشيلسي وشارك فعلياً من بداية موسم 2019 إلى 2020 وحتى صيف 2023، أي لمدة تقارب 4 مواسم كاملة تأرجح فيها مستواه بين التألق وتأثير الإصابات. خلال هذه الفترة خاض كريستيان بوليسيتش ما يقارب 135 مباراة بقميص تشيلسي في جميع المسابقات، وساهم تهديفياً بتسجيل نحو 26 هدفاً، إضافة إلى صناعة 25 تمريرة حاسمة، بما يعني ما يقارب 51 مساهمة تهديفية. ورغم أن بوليسيتش لم يكن دائماً الخيار الأول، فإنه قدم لحظات لا تنسى، وكان أحد أبرز أبطال تشيلسي في رحلة التتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2021. بيير-إميريك أوباميانغ underneath أرسنال. نصل الآن إلى الصفقة العاشرة والأخيرة في قائمتنا، صفقة المهاجم الجابوني بيير-إميريك أوباميانغ من نادي بروسيا دورتموند إلى أرسنال الإنجليزي. في موسم 2017 أتم أرسنال الصفقة في شهر يناير مقابل مبلغ قدر بنحو 63 مليون يورو، ليصبح حينئذ أغلى لاعب في تاريخ النادي. عملياً جلس أوباميانغ مع أرسنال وشارك فعلياً من نصف موسم 2017 إلى 2018 وحتى بداية عام 2022، أي لمدة تقارب 4 مواسم ونصف الموسم، كان فيها القائد الأول والمهاجم الأبرز للفريق. خلال هذه الفترة خاض أوباميانغ ما يزيد على 170 مباراة بقميص أرسنال في جميع المسابقات، وساهم تهديفياً بتسجيل أكثر من 90 هدفاً، إضافة إلى صناعة نحو 21 تمريرة حاسمة، بما يعني ما يتجاوز 110 مساهمات تهديفية. وبرغم نهاية تجربته بشكل مثير للجدل، فإن أوباميانغ سيبقى في ذاكرة جماهير أرسنال كواحد من أسرع وأحسم المهاجمين في تاريخ النادي الحديث. بكذا نكون وصلنا لنهاية قائمة
كلها أرقام النار وقصص كبيرة. انتقالات شتوية غيرت مسار فرق وصنعت نجوم، وكشفت أيضاً أن السعر الغالي ليس دائماً ضمان النجاح. السؤال بقى لكم أنتم: أنهي صفقة فيهم كانت الأنجح؟ وأنهي صفقة كانت أكبر خيبة أمل؟ اكتب رأيك في التعليق، وما تنساش تدعم الفيديو بلايك واشتراك، لأن الجاي أقوى والكورة لسه ما خلصتش كلامها.